مع دخول المنتخب الجزائري يومه الثالث في معسكره التحضيري بالعاصمة القطرية الدوحة، خاض الخضر الحصة التدريبية الثالثة في أجواء مثالية اتسمت بالجدية والتركيز العالي. وشهدت الحصة انتظام كل اللاعبين في التربص بعد التحاق المتأخرين بسبب مشاركتهم مع أنديتهم ليكتمل عقد المجموعة وتبدأ الملامح الفنية في الظهور بشكل أوضح داخل المستطيل الأخضر. وقبل عرض التفاصيل ندعوكم للإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وعرفت تدريبات اليوم حضور جميع العناصر دون استثناء، ما سمح للطاقم الفني بقيادة مجيد بوقرة بوضع الخطوط التكتيكية الأولى التي سيعتمد عليها في مواجهة السودان. الأجواء كانت حماسية واللاعبون أظهروا رغبة كبيرة في الدخول بقوة في المنافسة، خاصة بعد اكتمال العدد وارتفاع نسق العمل داخل المجموعة، وهو ما يعكس الإصرار الجماعي على تقديم نسخة قوية في هذا العرس العربي والدفاع عن اللقب الذي يحمله الخضر منذ النسخة الماضية. وجاءت انطلاقة كأس العرب اليوم بمفاجآت مدوية أبرزها خسارة قطر أمام فلسطين وسقوط تونس ضد سوريا، ما يعد رسالة واضحة للمنتخب الجزائري بأن كل مباراة يجب أن تلعب بتركيز كبير وحذر شديد. لذلك حرص الجهاز الفني على تنبيه اللاعبين لعدم الوقوع في نفس الأخطاء والتعامل مع كل مواجهة بمنطق مباراة نهائية، وذلك لأن المفاجآت ما زالت متواصلة لا ترحم في البطولات المجمعة. ومع ارتفاع الإيقاع ووضوح الرؤية بدأت تتشكل في ذهن المدرب مجيد بوقرة الملامح الأولى للتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في المباراة الافتتاحية، حيث يركز على اختيار أكثر لاعبين جاهزية وانسجاما لضمان دخول قوي في المنافسة وتقديم صورة مشرفة تعكس طموح الدفاع عن اللقب العربي. وفي الختام، ما توقعاتكم لنتيجة مباراة الجزائر ضد السودان؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.